يا اهلا بيكم في وصفة جديدة. لو انتم من عشاق المانجا زيي وبتقبلوها بكل حالاتها يبقى الفيديو ده ليكم. النهاردة هنعمل مع بعض ميلك تشيك مانجا، وصفة بسيطة بس طعمها خيال. طعمها هيطيركم لسابع سما. يلا بينا نسمي الله ونبدأ في الوصفة على طول. عندي هنا حبيتين من المانجا، خليتهم وحطيتهم في الفريزر يتجمدوا. طلعتهم بعد كده وهضيف عليهم معلقتين كبار من الحليب البودر، وكمان هضيف عليهم معلقتين من الكريم شانتيه، وكمان معلقتين من السكر، وكمان كوبايتين من الحليب. دلوقتي هنضرب المكونات دي كلها مع بعض في الخلاط. بالنسبة للحليب البودر والكريم شانتيه فكل منجاية بتاخد معلقة واحدة بس، وكوباية واحدة من الحليب. والسكر هنا بيكون حسب رغبتكم، انا ضفت معلقتين بس علشان المانجا بتاعتي كانت مسكرة، فلو هتعملوا مقدار مختلف تكونوا فاهمين. ممكن كمان تضيفوا رشة من الفانيليا لو الكريم شانتيه بتاعكم ريحة الفانيليا مش باينة فيه قوي، والفانيليا اصلا بتخلي طعمه خيال. دلوقتي بقى حضروا اكبر كاس عندكم. شايفين انا هنا مستخدمة كاس العالم، ما عنديش اكبر منه. هنصب فيه الميلك تشيك اللي حضرناه، وممكن تزودوا الحلاوة بانكم تزينوه بشوية كده من قطع المانجا. حقيقي احلى ميلك تشيك هتجربوه في البيت وارخص كتير عن بره. جربوه بألف هنا. انا سارة هلال. لو الوصفة دي عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وتعملوا لي فولو وتزوروا الاكونت بتاعي، هتلاقوا فيه وصفات كتير ان شاء الله هتعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.